مرحبا، أهلا وسهلا بجميع المتابعين. برحب بمتابعين الجدد اللي انضموا جديد لقناتي. اليوم عنا وصفة للعالم اللي بتحب التجديد والتغيير وبتحب الأطباق المميزة. وهالطبق فعلا مميز كتير بنكهته بالنكهات الموجودة فيه. تابعوني لآخر الفيديو لأنه راح أقولكن على طريقة كيف إنه نساوي المعكرونة طبق إضافي جنب الدجاج بنفس الصوص، صوص الثوم والكريمة والليمون اللي رح نساوي فيه الدجاج، ورح يطلع معنا طبق مميز وكتير وأشهى من المطاعم بألف مرة. حطيت على نار متوسطة الطنجرة غير لاصقة شوية زيت وزبدة، تقريبا معلقة كبيرة من الزبدة وثلاث معالق من الزيت النباتي. يعني ما بدنا زيت غزير نقلي فيه، لا، بدنا نشوح الدجاج أو نحمره تحمير. بالنسبة لقطع الدجاج عندي 800 غرام تقريبا من صدر الدجاج. أنا مقطعتهم بشكل طولي، وكمان ما بدي إياهم سماك، يعني سمكن قليل لحتى يستووا عنا بسرعة. نتركهم على نار هادية لحتى يتأمروا معنا ويصيروا لونهم ذهبي من الجهتين. ما بتصدقوا وقت سويت هالأكلة قديش حبوها أولادي وطلبوها مني نساويها كل يوم. أنا بنصحكم بالأكلات اللي بدها زبدة مثل هاي الأكلة أو أي أكلة تانية إنه نضيف زيت، شوية زيت مع الزبدة، لأنه ما بدنا الزبدة تحترق معنا وتغير طعم الأكلة. طبعا أنا بالنسبة إلي هاي الأكلة من ألذ الأكلات، حتى إذا رحت على مطعم ممكن إني فكر أطلبها، بس بالبيت بضل وصفات وشغل البيت أحسن وأفضل 100 مرة. هون هلا مثل ما نكون شايفين صار اللون عندي ذهبي من جهة واحدة، قلبتهم وقت اللي احمروا تمام حطيتهم بصحن وقمتهم على جنب. وهلا ضفت معلقتين من ثوم المدقوق، وعصير نص ليمونة، وبضيف هلا الدجاج اللي عندي اللي أمرته من شوي. طبعا بالنسبة للثوم إنه تأمر معنا لا تقلقوا، بالعكس بيعطيه طعم كتير طيبة، بيبين معنا آخر شي. ضفت هلأ معلقة من الملح كبيرة، بدي حركن على مهلة. وهلأ ضفت مي تقريبا نص كوب، ومشان نكهة الليمون تصير مركزة عنا أكتر برشت نص ليمونة، يعني بيطلعوا مقدار معلقة صغيرة من برش الليمون. هلا بلش المزيج يغلي عنا، وهلأ بضيف كريمة الطبخ تقريبا كوب. طبعا أنا هون عندي علبة جاهزة تطلع كوب. بنحرك بشي خفيف، ما بدنا قطع الدجاج تتأذى معنا، كل التحريك على الخفيف. رشة فلفل، وهلا منغطيهم حتى يغلوا عنا تقريبا نص ساعة حتى تستوي قطع الدجاج. صارت عنا دايبة ذوبان، ومتشربة من الصوص اللي عملناه، الثوم والليمون والكريمة. طبعا هلأ الكل بده يفكر انه انا بدي شيل قطع الدجاج وحط الصوص فوقها، بس انا لانه
تشرب عندي قطع الدجاج من الصوص، ما في داعي أبدا. بدي استغل الصوص الباقي وساوي فيه أطيب طبق معكرونة إضافة جنب قطع الدجاج. بس لأنه عنا القوام سميك، كمان ضفت شوية مي، نص كوب تقريبا. حركت المزيج. طبعا أنا المعكرونة سالقتها قبل بوقت، نضيفها للصوص ونحرك تحريكة بسيطة لحتى الصوص يغطي عنا كل المعكرونة. ومشان اللون يطلع كتير حلو وبيلبق للليمون اللي عنا، بدنا نضيف معلقة كبيرة من الكركم، وكمان بيعطيه نكهة كتير طيبة. وهلأ بنسكبهم بطبق التقديم، وإجا وقت ندوق أطيب طبق من الدجاج، صوص الليمون والثوم مع المعكرونة الطيبة المتشربة في الصوص. بتمنى تجربوا الوصفة وراح تدعولي صحة وألف عافية.